وكفى، وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى وأوفى. وبعد، فحياكم الله أيها الكرام إلى مجلس مبارك من مجالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب جامع العلوم والحكم، وفيه 50 حديثا من أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. حطت بنا الرحال عند الحديث 36، وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به علمه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث قلنا أنه روي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل، وعند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم رضوان الله عز وجل عنهم أجمعين. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة أخذنا قسما منه في الأسبوع الماضي، ورأينا عظمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، وأن أي أحد يحسن إلى العبد فإنما يحسن إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه حين يحتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلم بالعبد المؤمن، هذا دليل عظمة حضرتك أو أنا أو أنت، دليل أن الله عز وجل عظمنا والله أكرمنا، والذي يحسن إلينا لا ينسى له ربنا عز وجل هذا الإحسان. وقلنا أولا أن الفرق بين من نفس ومن فرج أن التنفيس كشيء يكون حول العنق يخنقه، فأنت تزيل عنه بعض هذا الذي على عنقه حتى يستطيع أن يتنفس. وأما من فرج عن مؤمن كربة يعني أزال كل هذا القيد عن عنقه فأصبح حرا طليقا. ماذا له يا رسول الله؟ قال: فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما بينسى لك ياها الله عز وجل أبدا. وكربة يوم القيامة مو ريت يا نصيب ما ربحت، أو والله ولد ما نجح، أو مثلا سيارة بنشرت. كربة يوم القيامة ذكرنا من ذلك أمثلة، أن العبد يكون في عرقه إلى ركبتيه إلى سرته بطنه إلى حقويه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، حتى أن الخلق يقولون: يا أخي دخيلكم، يا أخي روحوا عند الأنبياء خليهم يشفعوا لنا حتى يقيم ربنا الحساب، حتى لو على جهنم ما عندنا مشكلة، المهم إيه؟ أن تقوم قائمة الميزان، ما نضل في هذا اليوم العسير، يوم المحشر، يوم الحشر، يوم عسير جدا، وأنت في هذه الكربات يفرج الله عز وجل عنك هذه الكربة، والسبب أنك فرجت عني أو أنا فرجت عنك هذه الكربة. ومن مناظر الكرب التي تعتري الخلق يوم القيامة يا أيها الإخوة، والله أنا أقول لكم من قلبي وأنا على رأسكم، يعني أولكم، يعني ماني مدعي أنه أنا، والله نحن يا أخواننا أهل دنيا. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة أعطاه الله عز وجل في الدنيا، أو إله عندي في الدنيا كيس رز أو كيس برغل أو $1000، أو كم واحد منا يسعى لهذا؟ كلياتنا. لكن المصطفى يقول لنا غيب فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الكرب الشديدة. هذه الكربة يكفيها أن المرء يفر من أخيه وأمه وأبيه. أمه رضعته حنونة عليه
وهي كمان هي أمه تفر من أمها ومن أبيها، وصاحبته زوجته اللي كانوا يناموا في سرير واحد ويتعروا تماما، زوجته حلاله سكنه وقال لا يفر منها، وبنيه أولاده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الكربة بيجي الله بيفرج عنك، سبب أنك اشتغلت عند الله في الدنيا، اشتغلت عند الله في الدنيا. رحم الله سيدنا الشيخ رمضان اللي توفي قبل يومين، 105 أو 8 سنوات وهو يعمل عند الله عز وجل، ولا لحظة قال تعبت، ولا ساعة قال مليت، ولا دخل في النقاشات العقيمة المميتة المقيتة البغيضة التي يكرهها رسول الله ويكرهها الله عز وجل. تصوفي ولا أشعري ولا ما تريدي ولا أثري ولا سلفي ولا وهابي، وذاك ما دخل في هذه، لأنه ما منها فائدة، ومنها تقسو القلوب وتروح لروحانية العبادة. 108 سنوات وما تخلف يوما عن درسه أبدا. قبل 2 أو 3 سنوات رحمه الله عز وجل دق لي قال لي الشيخ يوسف مشان تيجي تعطي الدرس مكاني ايمت الفجر، بعد الفجر كل يوم عنده درس بعد الفجر وبعد العصر ودروس، ورجل 108 سنوات. قال لي كلمة والله العظيم لولا أنني متيقن من صدق الشيخ رحمه الله وولايته 1,000,000 ما قلتها. قال لي والله يا شيخ يوسف ما قضيت صلاة قط، أقسم لكم بالله يا أيها الإخوة، قال لي أنا بعمري ما قضيت صلاة ولا أذكر أنني قضيت صلاة قط. تعملها محمد أنت ولا أنا؟ الله يكون بعوننا. نام، راحت على الفجر عادي نقضيها، راحت على العصر، راحت على العشاء، قال والله كان المغرب تعبان، نام ما فاق. يا لطيف، و108 سنوات ما راحت عليك ولا صلاة وأنت قائم بين يدي الباري سبحانه. ما أحد يطرق بابه إلا يقول له حاضر، قضاء حاجات، الآن سنأتي. إذن الفرق، لا تقول لي هذا والله أيام موسى وهارون والأيام رسول الله والصحابة، لا لا، هذا في زماننا وحياتنا، وعاصر كل الحكومات اللي كانت قبل المقبور، وعاصر انقلاب البعث ب63، وعاصر الحركة التخريبية، وعاصر حرب الجولان، كل شيء وعاشها، تكيف ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قال صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وعد من النبي، والحديث في مسلم، الله بيسر عليك معسر، دينوا دق عليه، ألو تأخرت وين، اصبروا شوي كمان، يعني اجعلها لله، يسر على معسر. الناس يا أخوانا الآن في ضيق، العالم كلها في ضيق مادي، والبلد، ونسأل الله أن يفرج عن الشام. الشام ليس هذا حالها لولا هذه السنين العجاف التي مرت عليها. احنا بلد ثري، بلد ثري مليان غاز وفوسفات ومغنيسيوم وسيليسيوم وطاقة بشرية وعقول وثقافات، مليان، لكن سلط الله علينا من تعلمون. لكن الناس الآن في ضيق، أجلوا يعني معلش، مهلوا لوجه الله تعالى. وذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حشر رجلا يوم القيامة على الميزان، قال بما جئتنا؟ قال ولا حسنة يا رب. أبو بلال ولا حسنة عنده، ولا ركعة ولا تسبيحة ولا حسنة أبدا، غير أني كنت أبايع الناس فأنظر الموسرة وأتجاوز عن المعسر. قال نحن أولى بذلك منك، فغفر له وأدخله الجنة. تيسير، والله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله لا يفضحنا، الله ستير يا أخوانا ويحب الستر. شفت من فلان زلة، محيها، لا تقف عندها. أذكر مرة خطبت فيكم خطبة كان عنوانها أمحوها يا علي، أمحوها يا علي،
وقلت أن هذه الكلمة التي قالها رسول الله لسيدنا علي في كتاب صلح الحديبية تصلح لأن تكون منهج حياة، منهج حياة. ليش؟ من قال لك أنه الشيخ يوسف ولا الأستاذ أبو حسين ولا أبو خالد، مين قال لك أننا معصومين؟ ما إحنا بشر، بنعصب وبنغلط وبنطلق وبنخانق وبنسب وإلى آخره، بشر، وبنخون وبنسرق، ونحن مفطورون على المعصية. لذلك لا تنتظر مني أنه أكون أنا معك ملاك وأنت تكون معي ملاك. قد ترى مني هفوة أو زلة أو خطيئة، يا أخي امحوها، استرها علي، لا تفضحني بين الناس. أخي شفت فلان والله هيك عامل، طب ليه تفضحه؟ الله ستير، أمر بالستر. قال رجل يا عيسى رأيت فلانة تزني، قال هلا سترتها بطرف ثوبك؟ مو شفت عم تزني؟ غطيها. هذا مين يقوله؟ عيسى عليه السلام. لا تفضحوا بعض يا أخواننا. إذا شفت لك شيء هفوة من شيء حدا أو شيء غلطة أو شيء لا تفضحوا. الله ستير عز وجل يحب الستر، لأن هذا الذي أخطأ قد يكرمه الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح، فيتوب ويقرأ ويختم ويتقرب ويصبح من أولياء الله عز وجل. أبدا. يقولون عن شيخ الدنيا شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري إنه كان جاهلا ما بيعرف شيء، وكان فلاحا، وكبر الرجل. مرت معه مسألة، فرأى مرة واحد عم يعلم ابنه، يقول له بالصعيد يعني بمصر، يقول له يا بتدرس وبتصير مثل البني آدمين، يا أما نهايتك نهاية هذا الفلاح اللي ماسك المجرفة وعم يجرف بالأرض. شيخ زكريا قال الله، أنا يضرب بي المثل في الجهل؟ أنا يضرب فيه المثل في الجهل؟ والله لا أتعلم. كب المال هي وكب هالأغراض وحمل حاله نزل لوين؟ إلى القاهرة، وبدأ يسأل، قال لهم وين الجامع الأزعر؟ الجامع الأزعر، ما عرفان اسم الجامع، ما بيعرف اسم الأزهر. ضحكوا عليه، ذاك الأزهر، ذاك الأزهر جامع. أصبح شيخ الإسلام، أصبح شيخ الدنيا بالقرآن والقراءات وعلوم القرآن والتفسير والحديث والأصول والعقيدة، الشيخ زكريا أنصاري، وما أدراك. فقد يصبح هذا الذي تفضحه وليا من أولياء الله. كان الصحابة يقولون يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر، يعني حمار أبوه لعمر بأسلم وعمر ما بيأسلم. أسلم عمر وسبقهم وأصبح أمير المؤمنين، وأصبح ثالث أفضل رجل على وجه الأرض بعد رسول الله والصديق، صح ولا لا؟ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شوفوا يا أخواننا، نحن في هذه الدنيا ما عايشين لحالنا، يعني مانك أنت جامع مليان، مساكن برزة مليانة، برزة مليانة، مصباح الصنع، ركن الدين، الشام، عفرين، جنديرس. نسأل الله اللطف بأهلنا في المنطقة الشرقية، والله يحمينا ويحميهم من هؤلاء المجرمين اللي هن امتداد لعصابة بشار وحافظ الأسد، اللي هن قسد والببكي ومن تبعها الإرهابي. نحن ما عايشين لحالنا، نحن عايشين في مجتمع، في أمة، وفي ناس بدها تحتاج مساعدة. قد تكون مساعدة مادية، قد تكون مساعدة نفسية، قد تكون مساعدة مجتمعية، قد تكون مساعدة يعني ولو ابتسامة. الله يا أخواننا عنده ميزان دقيق، ما بيضيع لك شيء لا من الخير ولا من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يرى الثواب عليه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يعني من الشر يره، يعني يرى الثواب العقاب عليه. الناس معناها بدها تحتاجك، وأنت أيضا ستحتاج الناس. كل البشر بحاجة البشر، ولا أحد يستطيع أن يعيش
من غير الناس، ويقول لك أنا ما بدي حدا. ما بصير، أنت إنسان تعيش في مجتمع تحتاجه ويحتاجك. قال أنس رضي الله عز وجل عنه وأرضاه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. قبل ما أقول لكم الأثر، هذا الأثر في البخاري ومسلم بالصحيحين، يعني من حديث أنس يقول: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. رمضان ومسافرين، لكن السفر الرخص، الإفطار في السفر رخصة. الله قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالناس في هذا السفر قسمين: قسم مفطر وقسم صائم. يقول: فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. فقر مدقع عند الصحابة، ما عندهم شيء. اللي معه كساء يعني عباية مغطي حاله من الشمس فيها، واللي ما معه حاطط ايده مشان ترد عنه الشمس. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. عرفتوا كيف يا أخوان؟ ناس أفطرت من الصحابة وناس صائمة، لكن الصائم ما عاد عنده حيل وفقر، فصاروا يقعوا من شو؟ من شدة الجوع والعطش، ما عاد يستطيعوا يمشوا، وقعوا. من قام يخدمهم؟ المفطرين. قال: فضربوا الأبنية الخيام وسقوا الركاب اللي هن الدواب، يعني البغال والأحصنة والجمال. فماذا يقول لهم رسول الله؟ يقول: ذهب المفطرون بالأجر. العبد في عون الله، في عون العبد. الناس بدها تحتاجك، فإذا احتاجك أحدهم لا تمسك إيدك، لا تمسك جاهك، لا تمسك مالك، لا تمسك وجهك، لا تمسك وقتك، لا تمسك جوالك. عم يتصل فيك استشارة، قل له حاضر رد عليه. افعل أي شيء يجعلك تنجو يوم القيامة بين يدي الله. الله يقول، المصطفى يقول عن ربه: أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله سيعينك سبحانه وتعالى. أستاذ شلون؟ ليش تسأل شلون؟ ما قرأت قول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير؟ معناها لا تفكر كيف سيأتي لك بالنجاة. هو جل جلاله، الخلق بإيده. السياسيين، الرياضيين، مطربين، المال، البنوك، الطلوع، نزول، الذهب، البيوت، كله بيد مين؟ الله سيعينك وأنت في أدق وأمس الحاجة إلى معونته سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا. قالوا: ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا إلا كان في صلاة. قال لهم رسول الله: فمن كان يكفيه ضيعته؟ حتى ذكره: ومن يعلف دابته أو جمله؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: فكلكم خير منه. التعامل مع الله يا أخواننا شيء عجيب، شيء عجيب. زلمة ما رأينا مثل قراءته ولا مثل ذكره، مسبحته بإيده ما بيتركها ليل نهار على ذكر وصلاة وصيام وعبادة. رسول الله استغرب، قال لهم: طيب مين يعني مين يكون في حاجتي بيطبخ له بيعمل له؟ حتى سألهم قال: من يعرف جمله ودابته؟ هي الدابة ما بدها تأكل؟ قالوا له: نحن يا رسول الله. قال: كلكم خير منه، لأنه عم يقضوا له حاجته ويعينونه. والناس بتفكر الدين والصلاة، كتر الصلاة وكتر الصيام وكتر عمرة وكتر ماسك مسبحته. لك أخي أنا ما عم أفهم عليك، كيف بدي أفهم عليك الله عز وجل؟ لا إله إلا الله. مرة طالب بالمعهد سألني، قال لي: شيخي ليش يقولون في
الركوع 37. قلت له ما بعرف شو 37. قال لي والله شيخ في واحد صلى جنبي كان بالركوع عم يقول 37. قلت له لا، هذا عم يقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. بعدين صار تطلع معه 37 35 76. الذكر يا أخواننا أن تذكره جلال المذكور سبحانه وتعالى، جلال المذكور. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا الذكر، أن يترافق ذكر اللسان مع إشفاق القلب ومراقبته للواحد الأحد عز وجل. ماسك مسبحته ليل نهار، صلاة وصيام وقيام. قال لهم مين عم يشتغل له؟ مين عم يساعده؟ حتى أنه قال من يعلف جمله ودابته؟ قالوا نحن. قال كلكم خير منه. دوروا على ناس اقضوا حاجاتهم يا أخواننا، وقولوا له لله عز وجل يا رب أنا ما بهمني أبو سعيد وأبو فلان، أنا بهمني الذي خلقهم. أنا أعامل الناس لأن رب الناس أمرني هذا، وأنا أقضي حاجة الناس وأكون في عونهم مشان تكون في عوني وأنا بأمس الحاجة إليك. وأنت عم تطلع روحك وينزعك ملك الموت، فيك تتأخر؟ قال ابنه أحسن طبيب قلبية بالعالم، يخليه أخرك وبيموت هو وين بجلطة قلبية. قال أخوه أحسن طبيب بروفيسور جراحة عصبية في الكون، وهو بشو بيموت؟ جلطة دماغية، احتشاء، خلي أخرك. أنت بأمس الحاجة إلى الله عند النزع. لما أنت تكون قضيت حاجات الناس وسعيت في أمرهم، الله عز وجل لا ينساك، ما بينساك، وأنت في أمس الحاجة إليه سبحانه وتعالى. قال رجل من أسلم، يعني من قبيلة أسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام في بعض أسفاره فأكل منه وأكل أصحابه، وقبض الأسلمي يده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال إني صائم. قال فما حملك على ذلك؟ قال معي ابناي يرحلان لي ويخدماني. فقال ما زال لهم الفضل عليك بعده. أنت صايم؟ قال له مين ليش عم تشتغل؟ قال له والله معي أولاد 2 عم يخدموني أولادي. قال لهم أولادك أحسن منك، لا زال لهم الفضل عليك بعده. إذن أيها الإخوة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني لا تستصعبها، وما ضروري تروح تشتري له أنت بيت ولا تشتري له سيارة ولا تعمل له عملية، لا ما عندك قدرة، لكنك قد تستطيع أن تسقيه كاسة مي. اليوم الجيران، نحن بالشام عندنا جفاف كان بالموسم الماضي، وإن شاء الله الموسم هذا يكون موسم خير وغيث وكرم. قامت الأيام بالمساكن على شفاطات المي، أنت طلعت، أنت ما عبيت، أنا عبيت، أنت ليه بدك تكون الأول بكل شيء؟ أنانية مفرطة. خلي غيرك يعبي، خلي غيرك يتمتع، خلي غيرك يتحمم، اقضي حاجة الناس. عامل الناس على أنهم ما هن أعدائك. الناس مو أعدائي، كل من في هذه الدنيا هن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، فيما يعني يذكر عن ربه: الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. أحب الناس لله هو اللي بينفع الناس. وكلكم تذكرون قصة البغي التي سقت كلبا، بغية زانية بتشتغل بالدعارة والعياذ بالله. النبي يقول مرت على صحراء قطعت فوجدت بئر، نزلت شربت، قال فرأت كلبا يلهث، قالت قد أصاب هذا الكلب ما أصابني. المصطفى يقول فملأت خفها، ما معها شيء، عبت البوط تبعها وفمها وسقت الكلب، فشكر الله لها وأدخلها الجنة. هذا مخلوق، روح من مخلوقة، ولو كان كلبا. الله عز وجل غفر لهذه البغي. يا أخواننا، خلونا نعامل الخلق ومن ورائهم الخالق سبحانه وتعالى. وقول يا رب هذا لوجهك الكريم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما
سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة، كقوله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني من متعلم وعالم وقارئ. وقال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه. شوفوا يا أخواننا، طالب العلم هذا لا يشترط أن يكون طالب علم شريعة أو عم يقرأ تخصص ماجستير أو عم يقرأ تخصص عقيدة أو أصول فقه أو حديث أو قراءات ولا أي شيء ذلك. لمجرد أنك أتيت إلى مجلس العلم وسعيت إليه برجليك وأتيت بنية الحضور لتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن لك رسول الله طريقا إلى الجنة. على فكرة، من أعظم ما ابتلت به الأمة الآن هجر مجالس العلماء. أعظم بلية ابتليت بها الأمة اليوم هجر مجالس العلماء وترك حلقات الذكر ومجالس العلم. ب8/12 لما صار احتفال التحرير كل الشام نزلت على ساحة الأمويين، حتى أنني خفت أن ساحة الأمويين تقع بالأرض، يعني تهبط. كانوا يقولون 2,700,000 إنسان، وهذا فرح وهذا حق أنه نفرح لحنا. والله إذا رقصنا بالسماء ما حدا يلومنا على الفرحة. لكن هل فكر هؤلاء أن يأتوا إلى مجالس العلماء يحضروا درس تفسير، درس فقه، درس عقيدة، درس يعني سيرة؟ هل فكر الناس هؤلاء؟ الحقيقة ما حدا. هذه الدرة العظيمة والجوهرة المكنونة الأمة الآن مفرطة فيها، بموريتانيا وبالصومال وبالهند وبالصين وبالشام. ناس مفرطة في مجالس العلم. كان الناس يأتون إلى مجالس العلماء زحفا، يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، بده يحضر. اليوم يعني إذا بيجي على صلاة الجمعة بيجي متأخر ونعسان وجاي بنية أن ينتقد الخطيب، مو بنية يتعلم، وبنية أنه ماسك الساعة، حتى صار في ساعات ديجيتال على الجوال. 12:43 طلع لنشوف امتى ينزل. يعني هو أصلا جاي ما بنية يتعلم. وأيضا الخطيب تبع المسلمين اللي صاير واحد صياح، هذا ما هو خطيب. الخطابة ليست صياحا، الخطابة ليست صياحا. الخطابة أن تدخل إلى قلب السامع، بتعجنه عجن، بتحركه، بتغير له المود تبعه. الخطابة أن تدخل إلى عينيه فتبكيهما. الخطابة تدخل إلى عاداته فتغيرها. الخطابة أن تدخل إلى عقيدته فتثبتها. قال العرباض ابن سارية: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة وجلت منها القلوب. شغلة الخطيب يحرك لك قلبك. وذرفت منها العيون. شغلة الخطيب يبكيك، حتى قلنا كأنها وصية مودع يا رسول الله فأوصنا. ففي خلل بالخطيب وفي خلل بمين؟ بالسامع. طيب مجالس العلم، حديث رسول الله وبالصحيح وبمسلم، وين الناس؟ ليه الناس ما تحضر؟ الجواب موجود، أنا سأقول لكم. أخي هذا الشيخ اللي عم يحكي نحن نسيانينه، مو هيك تقول الناس؟ طيب
أخي هذا الشيخ حرامي، أخي هذا الشيخ نسونجي، أخي هذا الشيخ فلول. ما اليوم التهم أصبحت إيش؟ معلبة جاهزة. هو قاعد عم يأرجل مرتاح، عم يحضر مباراة الأرسنال وليفربول، هو جاهز يتهم كل الخلق. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. هذا كلام الشافعي. ليه الناس لا تحضر؟ لماذا يأتي مفتي سوريا حفظه الله عز وجل، عالم الدنيا وعلامة الدنيا، سليل العلماء، ابن الشيخ عبد الكريم، شيخ أسامة، بيعمل درس بيحضروا 100-200 زلمة، بتيجي رقاصة بتعمل حفلة كم واحد بيحضرها؟ طيب ليه؟ وبيسألك أخي ليش الأمة مانا بخير؟ وليش الله ما عم ينزل المطر علينا؟ وليش الضيق الذي نحن فيه؟ ولماذا الكرب الذي نعيشه؟ لأنه الناس تنكبت، ما عاد بدها تسمع ولا عاد بدها تحضر. كان ابن قدامة رضي الله عنه ورحمه إذا جلس في مجلسه تجلس في مجلسه 5000 محبرة، لا كان في ميكروفونات ولا بافلات ولا إذاعات، 5000 محبرة كلهم يكتبون عنه. وين العالم اليوم تعمل درس ما حدا بيجي. والدرس يقوم على فكرة فيكم بلاك، انت اللي عم تسمع البث او اللي حاضران او اللي ببيته او اللي هلا بالسوق عم يتسوق، الدرس قائم فيكم. بتروح على المطعم بدك تاكل سندويشة فلافل بتوقف نص ساعة على الدور من الزحمة، ما هيك؟ ولماذا المساجد فاضية ومجالس العلم ما فيها أحد؟ قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من أعجب ما تسمعون أيها الإخوة أن سيدنا جابر ابن عبد الله، جابر ابن عبد الله ابن حرام، من السبعة الذين أكثروا الحديث عن رسول الله. 7 من السبعة هدول جابر ابن عبد، كان شابا صغيرا، سمع حديثا موجود عند أبو الدرداء أظن في دمشق وهو لم يبلغه. وهذا سماع الحديث هذا مرت عليه الدنيا، فجاء من المدينة المنورة إلى دمشق الشام 3-4 أشهر حتى يسمع حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنك عم تحكي لنا فيلم هندي شيخ، والله ليس فيلما هنديا، هذا واقع، هذا واقع عاشته الأمة. أبو هريرة اللي هو أكثر من روى عن رسول الله، كان إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته الرعدة والرعشة ثم أغمي عليه، فإذا أفاق قال ماذا قال خليلي رسول الله؟ تسمع كلام النبي. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. مين الذي قال الكلام؟ شكسبير؟ هذا اللي قال الكلام رسول الله. صدق رسول الله ولا ما صدق رسول الله؟ بدك طريق إلى الجنة، تفضل احضر مجالس العلم، تفضل اسمع تفسير كلام الله عز وجل، تفضل اسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل ويزيد الله الذين ehtدوا هدى، قال هؤلاء الذين يحضرون مجالس العلم وحلق الذكر. ليه؟ لأنه هو أصلا الله أكرمه بالهداية، إجا على الدرس سمع كلام رسول الله. يعني الشيخ عم يحكي عن النفقة والصدقة، هو طلع معتقد يقينا بأنه خلص أخي أنا بدي أزرع ببستان الله، خلص راحت معه فاطمة بنت فطوم إلى يوم القيامة، أصبح متصدقا، استفاد. يعني زادهم هدى ولا ما زادهم هدى؟ هو أصلا عنده شيء من الخشوع، بمر هيك على الآيات لما سمع الشيخ يتكلم عن خشوع رسول الله وخشوع أصحابه، خشوع السلف، أصبح الخشوع عنده مطلب عظيم. يعني الطالب بيروح صف أول ثاني رابع سابع 11 بكالوريا مطلب، بعد البكالوريا بصير المطلب البكالوريوس الليسانس يعني الإجازة، بعد الإجازة بصير مطلبه إيه؟ الماجستير والدكتوراه. أقول للطلاب، أقول لكل الطلاب المعهد اوعك
تكتفي بالإجازة ولا بالماجستير ولا حتى بالدكتوراه. هذه الأيام أيام البحث العلمي والتخصص بالدراسات الدنيوية. طيب، فقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى بمجالس العلم. كل ما حضر مجلس، هو أصلا أمين والشيخ يتكلم عن الأمانة، فازدادت أمانته بسبب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن رجب، وشوفوا هون الكلام الدقيق، قال وقد يدخل في ذلك تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة. النبي عم يتكلم عن طريق معنوي، قال ابن رجب لا، قد يكون طريق حسي، يعني في استراد مفتوح قدامك امشي إلى الجنة، سبب أنك كنت تحضر مجالس العلم في الدنيا. قال قد يكون هذا التسخير تسخيرا حسيا ملموسا، تطلع من قبرك بتشوف استراد مفتوح، يمكن طيارة، يمكن بساط ريح، يمكن ما بعرف شو، الله بيكرمك تحملك وتدخلك الجنة، السبب أنك كنت طالب علم تأتي إلى مجالس العلم. قال ابن رجب رحمه الله عز وجل ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم، مثلهم بالنجوم. أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود قال عنه جبل من العلم يتحرك، مثلا سيدنا جابر، مثلا الحسين، الحسن مثلا. على فكرة دعاء القنوت الذي ندعوه في صلاة الفجر، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا بصحيفة مين؟ الحسن ابن علي هو الذي روى الحديث. الذي روى حديث دعاء القنوت هو مين؟ سيدنا الحسن. قديش كان عمره؟ أصغر من دول الشباب اللي حضرانين الدرس. قال ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به وحمله أصحابه بالنجوم، فقال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة. الله ماذا قال عن النجوم؟ قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. العرب ما عندها، كان العرب طريقة السفر عندها كانت النجم، فيستدلون بالنجم ويسيرون. قال العلماء وظيفتهم كوظيفة مين؟ النجوم في السماء يهتدي بها الساري، فإذا مات العلماء ما بقي انطمست هذه النجوم، قال ضل الهداة، ما عاد يستطيع الناس أن يسيروا. فإذا مات العالم أنت ما بتشوف، وأنا لأنه نحن طين، عيوننا طين، وأنت قدامي طين وأنا أمامك طين، والباطون قدامنا طين والسجاد طين، لكن في شيء وراء هذه الأطيان، هي أرواح إحنا ما عم نشوفها. حين يموت العالم ويدفن في القبر، جسم العالم بيموت مثله مثل غيره، وبياكلوا الدود مثله مثل غيره، لكن العلم الذي ذهب به الآن يمثله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. بيموت العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ماتت المشايخ يا أبو بشار. أنا صراحة أقول لكم عن نفسي، أنا لما كنت صغير كان في مساكن برزة عندنا سيدنا الشيخ نايف رحمه الله سبحانه وتعالى، هذا درة الدنيا كان، وسيدنا الشيخ أحمد كناكري رحمه الله سبحانه وتعالى، وسيدنا الشيخ أحمد راجح رحمه الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر هذول اللي أنا وعيت على الدنيا بمساكن برزة كانوا هؤلاء، ودروس بالخليل وبالحسنين وبالعباس. مات العلماء، مات هذول العلماء، مين إجا بدالهم؟ هاللحية. أنا هذا يوسف المصري، هذا يقارن بالشيخ نايف ولا بالشيخ أحمد ولا بالشيخ؟ عم تموت العلماء يا أخواننا، والعالم لما بيموت ينثلم في الإسلام ثلم لا يسده إلا عدل بدل هذا العالم، وما عاد فيه. العلماء تبعات الكتب
تبعت الحواشي. اليوم العالم تسأله بيطلع لك جوجل. أنت عالم أنت؟ أنا جوجل هذا. العالم بده يدخل في بطون الكتب وينقح ويقيم ويطالع ويقارن ويشيل حتى يبين للناس. ما ظل هذا النوع، أصبح نادرا. اليوم العلم صار جامعة. كان شيخنا رحمه الله عز وجل يقول: الفرق بين الزمان الأول وهذا الزمان أن الزمان الأول كان طلاب العلم يتعلمون بالجامع، والآن يتعلمون وين؟ بالجامعة. والفرق بين الجامع والجامعة كالذكر والأنثى، والله يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. كانوا يجوا على الجوامع يا أخواننا، كانوا يروحوا إلى، يعني كان الشيخ الشامي رحمه الله في دومة يقرئ القرآن، وكان بعض المشايخ رحمهم الله في ركن الدين. هو يقول لنا من فمه إلى أذننا، يقول: كنا نقرأ عند الشيخ الحلواني والشيخ الشامي في دومة على صلاة الفجر، وكان يشترط الشيخ علينا أنه بدك تحضر تكبيرة الإحرام مع الشيخ مشان يقرأك، وإذا ما بتحضر تكبيرة الإحرام ما في قراءة. قال: مرة أنا رحت شوي متأخر، لحقني ضبع في بساتين برزة، يعني من ركن الدين إلى برزة إلى الغوطة مشيا على الأقدام مشان يقرأوا عند الشيخ. قال: لحقني ضبع وأنا أهرب وكذا، حتى هيك الله صرفوا عني، وصلت إلى المسجد كان الشيخ في التشهد تبع الفجر. فلما سلم أنا قمت وكملت صلاة الفجر. فلما جلسنا إلى حلقة القرآن قال له: شيخ رجب، ارجع على بيتك، ما في قرآن أنت اليوم إلك، ما في قرآن. هذا العلم هيك كان. اليوم الشيخ القارئ الحافظ الجامع بيجي على الجامع مشان يقرئ الطلاب، والطلاب ما بيجوا، ما بيحضروا. إذن أيها الإخوة، هذا الطريق. الآن الله يكرمكم أنتم، يكرمني أنا معكم إن شاء الله بالقبول. توضينا وتعطرنا وفرشينا أسناننا وإجينا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مو يوسف اللي عم يقرأ، الآن الذي يقرأ هو رسول الله، بس أنا الأقدار جابتني مشان أقرأ لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تقول لي أنت بتحب النبي وعامل له مولد وجايب ملبس. لا لا لا، تضحك على حالك. تحب النبي تيجي بتحضر حديثه، تسمع كلامه، وتطبق ما سمعته من كلام النبوة العظيم. الآن في مشايخ سوء، هذول اللي طالعين الآن على الفضائيات، ضلوا وأضلوا. سيدنا علي دخل المسجد يوما وإذا برجل تصدر للناس يعلمهم، فقال: يا هذا، أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: قم فقد ضللت وأضللت. إذا أنت ما أنك طالب علم، لا بتعرف الناسخ ولا المنسوخ، وهذا الناسخ والمنسوخ علم يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى سنة كاملة أنت تدرس به حتى تعرف كيف تنسخ السنة القرآن، وكيف ينسخ القرآن السنة، وما هي الآيات المنسوخة، وما هي الآيات المجمع على نسخها، وما هي الآيات المختلف في نسخها، وهل ينسخ القديم والحديث. يعني ما بيعرف هذا، مثل الأولاد اللي هلأ طالعين يدرسوا بالجوامع مساجد، ما بيعرف هذا التوضأ، هذا ما بيعرف. طيب سله مثلا، الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا، بقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية ولا مو آية هي؟ مو قرأناها بالبقرة كلياتنا؟ يا الله، معناته على كيفك أنت يصير يهودي مسيحي صابئ، الله يقول عنك كأنه إيه؟ هذا إذا إجا يفسرها ماذا سيقول للناس إذا كان لا يعلم الناسخ والمنسوخ؟ ابتليت الأمة اليوم برؤوس جهال ضلوا وأضلوا، على رأسهم المؤسس الأول للمدرسة المارقة الزنديقة الغير مأسوف على رحيله المجرم محمد شحرور. هذا هو الذي أسس مدرستهم، وصاروا يفوتوا ينكروا قرآن، ينكروا بخاري، ينكروا سنة، يا لطيف، شو صار للأمة يا أخواننا؟ إذن ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا
إلى الجنة. ورحم الله علماءنا علماء الشام الذين ملأوا الدنيا علما، الشيخ مصطفى الخن رحمه الله، الشيخ مصطفى، الشيخ الزحيلي، الشيخ وهبي رحمه الله. أنا كطالب علم أقول لكم هذا، ما في مكتبة في الأرض إلا وفيها كتب الدكتور وهبي الزحيلي رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن التماس مجالس العلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا. شيء عجيب يا أيها الإخوة، الكرم الرباني واللطف الإلهي هذا لا بنحسب لا بقلم ولا بآلة حاسبة. ماذا يا رسول الله، شو بده يصير؟ قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا الله، أربع عطايا إذا أنت إجيت حضرت مجلس العلم. 4 عطايا كما قلت ليست من شكسبير خسأ، وإنما من رسول الله محمد يقول لنا هذا الكلام. يقول لك أنت إذا إجيت في بيت من بيوت الله ومالك جاي لا تخطب عروس ولا تتدين ولا تعمل إعلان لشركتك، أنت جاي بدك الله، عم تسمع القرآن والتفسير والحديث، ماذا لنا يا رسول الله؟ قال: أول وحدة غشيتهم السكينة، نزلت عليهم السكينة. السكينة اللي هي العنصر المفقود الآن من الأمة، مو من الأمة، من الكرة الأرضية. ما في سكينة، ما في طمأنينة، ما في رواء. هن بسموها سعادة، والسعادة شيء والسكينة شيء آخر، طمأنينة شيء آخر. الله عز وجل يقول في الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله مو تسعد القلوب، شو؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تجاوز السعادة. المؤمن يا أخواننا قطع السعادة بأميال، وصل إلى السكينة والطمأنينة. وكما قلت لكم في مجالس سابقة، وأنا أخطأت لما قلت أنا سقراط، لا، الذي كتب المدينة الفاضلة مين؟ أفلاطون. الناس تخيلوا المدينة الفاضلة وكتبوا عنها، ورسول الله أوجدها على الأرض، أوجدها. ناس رايحين مسافرين معه ما معهم شيء، وناس صايمين وناس مو صايمين. يقول يعني اللي معه كساء يدهر به الشمس، واللي ما معه حاطط إيده. إلى هذا الحد من الفقر وصلوا، ومع ذلك كان أحدهم أسعد بالشهادة من أنه يعيش، وأسعد أنه يطعم غيره من أنه يأكل، وأسعد من أنه يقيم في الرخاء أنه يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة اسمها في التاريخ ذات الرقاع. شو اسمها؟ ليه؟ لبسوا ما ضل الأخف برجليهم تقطعت، شو صاروا يعملوا؟ يقيموا الخرق هي اللي يربطوها على على رجليهم. ومع ذلك عاشوا الطمأنينة اللي نحن ما بنعرفها. معه مصاري بس ما مطمئن، عنده أولاد بس ما مطمئن، عنده زوجتين وما مطمئن، عنده بستان، عنده مزرعة، ما في طمأنينة. قال: بدك طمأنينة، بدك مجالس علم. أول وحدة يعدك بها رسول الله، والنبي لا يكذب، حاشا وكلا لمقام النبوة. يقول: نزلت عليهم السكينة. مجالس العلم سكينة. 2، ماذا يا رسول الله كمان؟ قال: وغشيتهم الرحمة. من مين؟ من الله عز وجل. الله الرحمن الرحيم. قديش الناس مقصرة في هذا الخير العظيم والعطاء العميم. سكينة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، والرحمة تغشاك. 3، قال: وحفتهم الملائكة. يا الله، تخيل أنت قاعد درس العلم عم تسمع حديث رسول الله وتسمع القرآن، صحيح برد، بس في ملائكة حضرانة معك، في ملائكة. ولذلك في بعض الأحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس أحدنا إلى القبلة ويعطيها ظهره،
فقال لا تجلسوا بين الملائكة وبين قبلتها. مو بس أنت بالجامع، في ملائكة كمان حضرانة بدها تصلي، لا تقعد بوش الملك، في ملائكة موجودة، بدليل أن المصطفى يقول فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة وطوت الصحف. معناته عم يحضروا يوم الجمعة مع الناس. معقول شيخ؟ لكن معقول. طب ليش ما بتشوفهم؟ لأنك طين وأنا طين، والملائكة أنوار، ملائكة مخلوقات نورانية. 3. طيب 4 يا رسول الله؟ قال وذكرهم الله في من عنده. يا الله، تخيل اسمك شيخ عدنان الآن، اسمك مكتوب وين؟ عند الله. ومين عم يذكرك؟ الله. دكتور، الله عم يذكرك الآن. هذا كلام النبوة، يقول وذكرهم الله في من عنده. ومين الله بيذكر؟ مين اللي عنده؟ ملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم ملك الموت. لذلك قالوا أفضل طريقة لحسن الخاتمة طريقتين. ما بدك تحسن، الله يحسن خاتمتك؟ مبلا شيخنا، طريقتين. الأولى أن تكثر من ذكر الله عز وجل بين الناس، والثانية أن تحضر مجالس العلم. الأولى راكب بالسرفيس، طلع قال لهم سمعونا صلى على النبي يا شباب، اللهم صل على سلم. قاعد بالسرفيس قال لهم سمعونا لا إله إلا الله. لك شيخ والله بنستحي. لك لا تستحي، يعني هي طالعة كاشفة عورتها مثل العنزة اللي رافعة ومبينة وما مستحية. انت ايش عم تستحي بذكر الله؟ قول للناس بالسرفيس، بالباص، بالشارع، اجمع لك 4 5 قل لهم تعالوا قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال لي قال ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. مين هدول الملأ الخير من ملئه؟ ملائكة. ورؤساء الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت. قال ملك الموت لما يجي يقبضك هذا بنعرفه هذا حافظين اسمه، الله كان يذكره أمامنا، فملك الموت يتلطف بك. والطريقة الثانية حضور مجالس العلم، لأن حضور مجلس العلم يذكرك الله في من عنده تفقد الله عنده، يذكرك. يقول حضر الدرس تبع 3 اليوم تبع حديث رسول الله فلان وفلان 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 وفلان، يذكرنا ربنا عز وجل أمام الملائكة الكرام فحافظينك. لذلك قلت لكم لما ابتلع الحوت يونس عليه السلام، بطن الحوت وظلمات المحيطات وظلمات الليل، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة يا رب صوت معلوم من مكان مجهول. هذا الصوت بنعرفه نحن حافظينه. لذلك أيها الإخوة، هذا الاجتماع اللي عم يصير في المسجد أو في أي مسجد آخر، هذا في 4 عطايا من الله عز وجل. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكركم الله في من عنده. لو واحدة من هذول بكفي ولا ما بكفي؟ بكفي. ساعة هي بين المغرب والعشاء، أو ساعة و5 دقائق، ساعة. امبارح شفت واحد إعلان، عامل إعلان عمرة، كاتب عمرة 5 نجوم مع حضور مباريات الأرسنال. والله العظيم يعني أظن السوبر، في هيك شيء كأس السوبر هلأ جديد، يعني هيك شيء، فهي بنفس التوقيت بتصير قولوا مرة واحد راح مصري هيك يعني ماسك ايده بده يعمل اعلان بالجريدة انه متوفي ابنه، فكتبوا له ابو حنفي ينعي ولده. قالت له الموظفة، قالت له لسه في نص السطر يعني معك مشان تكتب بالاعلان. قال لها اكتبي ابو حنفي ينعي ولده ويصلح ساعات يعني كونه يعني اعلان موجود ومدفوع. فعمرة وحضور مباريات السوبر. أيها الإخوة، مجالس العلم هذه سنأخذها معنا إلى لقاء الباري سبحانه وتعالى. قال فيما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه
قال: ما من قوم صلوا صلاة غداة ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مو قعدنا نحن الآن الحديث في صلاة الغداة أو صلاة الليل، طالما أنت في المجلس ورحت على بيتك أنت الملائكة يستغفرون لك طالما أنك لم تخض في حديث غيره. وكانوا يفعلون هذا في مسجد دمشق، وكان أهل الشام يستمعون ويستمتعون في المسجد عند الصباح. الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله ملائكة فضلا سواحون في الأرض يلتمسون مجالس العلم وحلق الذكر، عم يدوروا، فإذا وجدوا ما أرادوا تنادوا فيما بينهم أن هلموا إلى بغيتكم. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فيتقاطرون إلى ربهم جل جلاله فيقول لهم رب العزة سبحانه وتعالى وهو بهم أعلم: من أين أتيتم؟ يقولون: من عند عبادك يا رب. ماذا يفعلون؟ قالوا: عم يذكروك، قاعدين عم يفسروا حديث النبي ويشرحوا القرآن. قال: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. يقول: فهل رأوها؟ حدا منكم شاف الجنة؟ يقولوا: لا يا رب. ومما يستعيذون مني يقولون يستعيذون من النار. يقول: هل رأوها؟ يقولون: لا يا رب. فيقول: اشهدوا أني قد غفرت لهم. هيك بكل بساطة، لأنك اجيت حضرت مجلس العلم. واحد هيك من الملائكة يقول له: يا رب طول بالك شوي يا رب علينا، يعني يقول: يا رب إن فيهم عبدك الخطاء فلان إنما جاء لقضاء حاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اشهدوا أني قد غفرت لهم. حتى لو مالك جاي تحضر الدرس الله يغفر لك بشفاعة مين؟ الحاضرين. الأمة قصرت كثيرا في مجالس العلماء، في مجالس التفسير، في مجالس الفقه، في مجالس العقيدة، في مجالس الحديث، حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. صار العشاء يا عبد الرحمن؟ الله يرضى عليك. إذن هنا ينتهي هذا الحديث العظيم وهذه الساعة المباركة، وأسأل الله العلي القدير أن يكرمنا. آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا واضح، يعني فلان قرشي وفلان هاشمي وفلان رفاعي وفلان جنيدي وفلان ابن باز وفلان ابن علان، لا ذاك ما بينفعك. لا بتكون ابن الشيخ ولا بتكون ابن مين ما كنت. ابن نوح شو كان؟ كافرا. وعم النبي أبو لهب كافرا. وأبو سيدنا خالد كافرا. وأبو سيدنا عكرمة أبو جهل. فالقضية ليست بالأنساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع أصحابه وقال: اشتروا أنفسكم من الله فوالله لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا. عباس عم النبي. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. مين هي؟ سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. قل لها: أنا ما أغني عنك من الله شيئا. وفي المسند يعني عند أحمد أن معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله إلى اليمن خرج يوصيه، فلما التفت أقبل بوجهه إلى المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. لا القضية أنه أنت منسوب ولا مانك منسوب، ولا من آل البيت ولا مانك من آل البيت، ولا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. السفينة التي سنركب بها ونجوز يوم القيامة هي سفينة العمل، سفينة العمل. اشتغل. الله يقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور.
اعملوا، اشتغل، الله بدك تشتغل، ولا تعتمد على نسبك، ولا تعتمد على مكانتك، ولا تعتمد على شهادتك. بدها علم وبدها عمل وبدها إخلاص لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ملاحظة سريعة أقولها لحضراتكم، إن شاء الله نحيانا الله الأسبوع الجاي ندخل في الحديث والسابع والثلاثين. في ملاحظة ضروري كلنا نستمع إليها ونقولها لمن خلفنا، مو لأنه أنا إمام الجامع، لا، نقول لكم حكما شرعيا. المسجد يا أخواننا شعيرة من شعائر الله عز وجل، المسجد شعيرة من شعائر الله، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دليل أن قلبك تقي أنك تعظم المسجد، تعظم شعيرة الله عز وجل. من عدم تعظيم الشعيرة في المسجد ما جاءنا بعض الشكاوى، في أخت قاعدة مادة رجليها على القبلة، القبلة هذه معظمة لا يجوز البصاق إليها. أنت راكب بالسيارة وماشي، إذا كنت باتجاه القبلة وخنقتك النخامة تبصقها في المحرمة، لا تبصقها باتجاه القبلة. القبلة شيء عظيم، فيها الكعبة، ما بيجوز لا تمد رجليك إليها ولا تضع النخامة أو البصاق إليها. وتعظيم الكعبة من تعظيم ربها سبحانه وتعالى. ليه بنطوف نحن فيها؟ لماذا لا نطوف بقرطبة وبإيران وبالعراق وبالشام؟ لا يطاف إلا ببيت واحد هو الكعبة الشريف تعظيما له. لذلك أيها الإخوة، قضية القعدة بالجامع ومد الرجلين وقضية الحديث بالمسجد اللي ليس له طعم وليس له لذة، لأنه الناس الآن حديثها كله باللي عم يصير والناس بس أعطيها طرف خيط. يعني كلنا الآن أصبحنا محللين سياسيين، بنعرف عن قسد ومين أنشأها وداعش وشو راح يصير ومحللين. يا أخواننا، المسجد لذكر الله عز وجل، عود اذكر الله، وخصوصا بين الأذان والإقامة. والله شيء يعني أنا صار لي معكم بالجامع 30 سنة 27 سنة، والله طلع على لساني شعر. وبيجي ضيف أحيانا من التل أو من القلمون أو من الغوطة أو بيجي من سرغاية، بالصدفة بيفوت بيصلي بالجامع، أول ملاحظة يقولها لي ونحن طالعين، بيقول لي شيخ هذا جامع ولا قهوة؟ بين الأذان والإقامة لك صوت عالي وضحك. هذا فيه عدم احترام لمين؟ لصاحب البيت اللي هو الله عز وجل. يعني هن 10 دقائق بين الأذان والإقامة، فيهن 4 دقائق أذان، ضلوا 6 دقائق، يا دوب تصلي فيهم ركعتين سنة قبلية، ادعو الله وسبح لك شوي وقوم صلي. بلاها هي الأحاديث وبلاها مدة الرجل. والأسوأ من ذلك من يجلسون إلى الجدار القبلي، حاطط ظهره للجدار القبلي ومادد رجليه لوين؟ على الناس. يعني كتير رجليك هيك حلوين وجراباتك مبخوشين وهيك طالع اصبعتك منهم وحاطهم بوجهنا، احترمنا على الأقل، ما نحن أيضا ضيوف مثل ما أنت ضيف. هذا الجدار أيها الإخوة اللي وراي نحن شايفين، هذا الجدار ما حاطين نحن عليه إيه؟ تكايات. الجدار الشرقي والغربي والشمالي في عليه تكايات، معناها إيه؟ روح عود هنيك واركي ظهرك. أما لا تجلس في الجدار القبلي، لا، لأنك أعطيت ظهرك للقبلة وأسأت لي لما مديت رجلك إلى وجهي. يعني هذا من باب الاحترام. الحمالات المصاحف في الحرم المكي، اللي منكم الله يكرمه راح عمره ولا حج، مثل هذول الحمالات اللي عنا، بس ليس لها سقف، إلها رفوف بس ما لها إيه؟ ما لها سقف. والله أنا فكرت مرتين 3، طب ليش ما بيحطوا لها سقف؟ بيجي المعتمر بيحط صرمايته وين؟ بيحط صرمايته فوق. وين صارت صرمايته فوق؟ كتاب الله. لذلك لم يجعلوا لها ايه؟ سقفا. نحن طب مشان شو حطينا لكم تكايات على الجدار الشرقي والغربي والشمالي وما حطينا على الجنوبي؟ عشان تعرف انه هذا الحيط مو للقعده،
هذا للتعظيم، هذا قبلة. تعظيم الكعبة من تعظيم باريها سبحانه وتعالى. شدوا الهمة يا أخوانا برجب. رجب هذا الذي نحن فيه هو شهر الزرع، وشعبان بكرة شهر السقاية، وبعدين رمضان ب 28 شباط فبراير بيجي وقت إيه؟ الحصاد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأنت راض عنا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.